كنت تعرف قبل كده ان نايك اتحرقت من حاجاتها بسبب اعلان؟ ازاي؟ في سنة 2018 نايك اختارت شخص يكون واجهة للحملة الإعلانية بتاعتهم. الشخص ده ما كانش أي حد، كان كولين كابرينيك، لاعب الكرة الأمريكية اللي اتمنع قبل كده من اللعب بسبب إنه ركع في النشيد الوطني اعتراضا على العنصرية. الراجل ده في وقتها كان رمز للجدل في أمريكا، ناس بتكرهه وناس بتحبه. بس نايكي قالت جاست دو ات واختارته يكون واجهة للحملة الإعلانية بتاعتها. عارف ايه اللي حصل بعدها؟ بالظبط زي ما قلت لك في اول الفيديو، ناس بقت تشتري منتجات نايكي وتولع فيها وتصورها اعتراضا على الشخصيه اللي اختاروها للحمله بتاعتهم. بس في نفس الوقت المبيعات زادت 31% في اول اسبوع من الحمله، والستوك ماركت بتاعهم عالي لفوق، والناس اللي كانت تدعم كولين بقوا يشتروا نايكي بجنون مخصوص علشان. طب ازاي ده حصل؟ هقول لك. نايكي في وقتها كانت فاهمه جمهورها كويس جدا، وعارفه ان الوقوف مع القيم بيدي قوه للبراند، وبيحسس الناس انهم بيشتروا قصة مش مجرد منتج. بس خد بالك، في فرق بين الجراءة والتهور. لو جرأتك دي محسوبة ممكن يكون المفتاح اللي هيفتح لك ابواب كتير. في نهاية الفيديو حابب اعرف منك، لو قدامك فرصة انك تاخد موقف باسم مشروعك، هتعملها ولا تلعبها سيف؟